السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في بودكاست نص الليل. معاكم حسام علي وأنا الهوست للبودكاست الجميل ده. وفي البودكاست ده بنتكلم فيه عن مواضيع ومواقف مختلفة ممكن نكون بنمر بيها في شغلنا مع صحابنا أو في البيت، وهتلاقوا حاجات كتير أوي مشتركة ما بيننا لما نتكلم في الحاجات دي في كل حلقة. وللعلم يعني الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، مش كلام علمي خالص على الإطلاق. فيلا بينا نشوف حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أهلا أهلا يا حبايب، عاملين إيه أخباركم؟ رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب، ويا رب يكون الدنيا معاكم لطيفة في رمضان. ولو لسه ما سمعتوش الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن رمضان، فممكن تسمعوها وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم. أهلا بيكم في الحلقة السادسة من بودكاست نص الليل. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، ألا وهي الخصوصية. عارفين رمضان في مصر حاجة تانية؟ هي دي حقيقة، بس ممكن نقول كمان الخصوصية في مصر حاجة تانية، عشان ما عندناش مفهوم عن الخصوصية أصلا. ده بجد، أغلب الناس فعليا مش فاهمة يعني إيه خصوصية ومساحة شخصية والكلام ده. تقول لحد ده حاجة تخصني مثلا، يقولك تخصك، قصدك تخصنا. تخصنا لازم يشيل الكاف اللي هي أو الياء بتاعت تخصني، ويقول لك هي نا مش ني. عارف الحتة بتاعت تي ولا ني؟ هي نفس الحتة دي كده. وكأن أنا مش من حقي أمتلك حاجة وتكون ليا حاجتي الخاصة، وتلاقي حد يقول لك يا عم بلاش أفوار، احنا صحاب مفيش بينا الكلام ده. ومين قال لك كده؟ يعني مين العبيط اللي فهمك حاجة زي كده؟ لا طبعا في حاجة اسمها خصوصية. حتى لو أنا أخوك مش صاحبك، في حاجات تخصني محدش ليه دعوة بيها، في حاجات تخصك أنا برضو ماليش دعوة بيها. فبلاش عبط وفوق كده. بصوا، هقول لكم على حاجة بنمر بيها كلنا تقريبا، وممكن يعني تتفهموا اللي أنا قصدي عليه بقى. هي حاجة على الأقل في حد فينا مر بيها ولو مرة واحدة في حياته. الاي تي ام وانت بتسحب الفلوس، وتلاقي واحد واقف جنبك لازق فيك لزقة ولا كأنكم مولودين توأم ملتصق مع بعض. حبيبي، ده كارتي وده رقمي السري ودي حياتي، ما تدخلش نفسك فيها. ده لو أبويا مش هقف جنبه الوقفة اللي انت واقفها دي. ده لو السقة اللي هو أجدع واحد في مصر دلوقتي، او يعني المشهور بالجدعنه اللي هو جدع جدا ده، مش هيقف جنبي الوقفه اللي انت واقفها ديت، وفي مسافه يعني. ما فيش مسافه، ما اقدرش اقول كلمه مسافه اصلا، انت شلت المسافات اللي ما بيننا. ف... فيعني خد لك مسافه كده حبيبي، وما تبصش في حاجتي لانها ببساطه حاجتي. يعني موضوع سهل وبسيط. يعني هحكي لكم موقف كده ليه علاقه بالموضوع ده. في مره كده من كذا سنه كنت باسحب فلوس، وواقف واحد في جنبي بطريقة مريبة وباصص في المكنة بشكل عجيب. يعني باصص للمكنة كده بشكل مريب وعجيب ومش فاهمه. اللي هو يعني انت، ده لو كارتك اللي جوه مش هتعمل كده. بجد والله لو كارتك اللي هندخله جوه المكنة ده انت مش هتعمل العملة الغريبة اللي انت عاملها دي. فرحت باصص له كده وقلت له ايه اتفضل اؤمر. قال لي ايه؟ قلت له انت اللي ايه؟ في حاجة يعني؟ افتكرت الحتة بتاعت رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، ساعة ما كان بيبص له في أكله، قال له I see you looking my food، يعني في حاجة. ف إيه زيها بالظبط كده. فقال له إيه في الفيلم؟ قال له إيه؟ لا هي ده أنت منورني. هو الراجل ده بكل سماجة رد عليا برضه بكل سماجة وقال لي كده، قال لي هي لا أنا مستنيك بس. رحت باصص له كده قلت له طب استناني بعيد بقى شوية ما تبصش هنا. يوم يرد يقول لي إيه بقى البجح اللطز، كائن البارد المستفز، تسحب 1,000,000 جنيه يعني؟ فأنا يعني اللي هو إيه، باحاول أكتم غيظي بقدر الإمكان وما باحبش أتعصب. رُحت باصص له بصّة حقيرة كده بالجنب من فوق لتحت، وشتمته كام شتايم في سري، عشان بس أنا مش عايز أطلّع الشتايم دي برّه، عشان ما تقلبش بخناقة. وما كلمتوش، سِبته لدماغه بقى، تودّي وتجيب. وفضلت باصص له كده شوية لحد ما بعد، ورُحت مكمّل وخدت فلوسي ومشيت. يا عمي، يا بابا، يا عم الحاج، أنت مال أهلك؟ أسحب 10 جنيه، أسحب 1,000,000، دي حاجة تخصني، ما تخصكش يا كائن، يا لطز، يا كائن، يا مستفز، ما لكش دعوة. ده أنت إيه ده؟ وبرضه ال المستفز برضه في نفس الحتة بتاعة الكروت والرقم السري. في مرة كنت رايح أطلّع شهادات من شهادات ليّا تانية يعني من الكلية، فقالوا لي روح ادفع الأول.
مش فاكر ادوني ورقة تقريبًا وقالوا لي روح ادفع الأول في الخزنة وبعدين ابقى هات لنا الورق ده وكام يوم كده وبتستلم الشهادات. فتمام، رُحت عشان أدفع، طابور طويل كده بيدفع فيه كده بيدفعوا الطلبة أصلًا كمان بتوع كان في وقتها لسه بادئين ترم باين، فكان في طلبة لسه بيدفعوا، فأنا وقفت استنيت دوري. الغريب بقى والمُريب في الأمر إن كل اللي قدّامي بيدّوا له كارتهم، هُم بيدفعوا خلاص بقوا بيدفعوا بكروت دلوقتي يعني ما فيش كاش يعني، فبيدّوا له الكارت يسألهم يقول لهم الرقم السري إيه، فأنا كنت مستغرب الموضوع ده وناويها له، يعني ناويها له مستني أوصل له بس. فوصلت بادّي له الكارت، راح قايل لي: "رقم السري إيه؟" قُلت له: "إيه؟" قال لي: "رقم السري إيه؟" استرس على السين في سري، قُلت له: "أديك قُلت رقم سري يعني بتاعي." بيبُص لي بقى وهو اللي هو كإني مثلًا أهنته، باصص لي بقى بصّة غريبة، اللي هو أنت إزاي تعارضني المعارضة دي؟ يعني إيه، يعني إيه أطلب منّك رقمك السري وتقول لي لأ، ده أنا اللي أكتبه، لا يعني إيه؟ فاللي هو ما كنتش فاهم أنت في إيه يا باشا؟ إيه العطل اللي إحنا وصلنا له ده والله العظيم. راح لافف لي المكنة كده، قال لي: معلش بس عشان السلك بتشحن." قُلت له: "ما هي شاحنة يعني، أنا علشان أنا اتعاملت في الحاجات دي فأنا عارفها، فما تحاولش تستنصح على أهلي يعني." قُلت له: "ما هي مشحونة أهي." رُحت شادد الشاحن ورُحت ماسكها، عملت الرقم ورُحت مرجّعها له تاني حاطط له السلك فيها، قُلت له: "خلّاك كمّل شحن بقى." الراجل كان يعني حرفيًا متعصب عصبية خلاص هو عايز يطلّع اللي جواه، بس هو ما لوش حق إن هو يتكلّم في حاجة، فاهم؟ يعني ما لوش حق في حاجة، أنا اللي ليّا كامل الحق في كل حاجة أنا عملتها. ده أنت كائن مستفز وحتى لو أنت يعني لو السلك مش جايب لِف المكنة وما تبُصّش برضه، لإن برضه دي حاجة تخُصّني ما تخُصّكش، وما حدّش يعني يفتكر إن الموضوع أفورة أو إن هو يتحرج إن هو يعمل حاجة زي كده، أولًا دي حاجة تخُصّك، والله أعلم أنت مش ضامن مين اللي واقف جنبك، سواء في الATM سواء اللي واقف جنبك وأنت بتشتري حاجة، واحد واقف وراك بعد كده يسرقك، فيبقى عارف كل حاجة، فما لوش لازمة، يعني من الأول والآخر حرّص. خلّيك يعني حريص ما تضمنش الناس اللي حواليك أوي، ما باقولكش شُك في أي حد معدّي يعني، ما باقولش كده، بس ما تبقاش ضامن الناس أوي، يعني لا ضامن الناس أوي ولا تشُك أوي، خلّيك وسط كده، وده حقك اللي أنت بتطلب بيه ده حقك ما تتكسفش إنك تطلبه يعني، فاهم؟ وبرضه فيما بعد بقى في المصالح الحكومية كتير بقى بقينا نقابل نفس هذا الكائن اللطِّس بقى، بس يعني إيه، متخفّي في عباءة مدام لطيفة ومدام فيفي ومدام فوفو والناس اللي ما بتعرفش تتعامل مع الحاجات دي، وتلاقيه ماسك الحاجة بإيد وبالإيد التانية بصُبع كده، عارف أنت الإيه، الجِد والجِدة لمّا بيتعاملوا مع موبايلات touch والكلام ده، هذا الstereotype ف ف نفس الstereotype ده أنت بتشوفه بقى بس في حتت أوسع بقى، في مصالح حكومية بالهبل بقى، وقليل أوي، قليل أوي ما تلاقي حد شاب كده في مصلحة حكومية وفاهم هو بيعمل إيه. نيجي لحاجة تانية، وهي دي اللي خلّتني أصلًا أفتكر موضوع الخصوصية وأفتح الموضوع معاكم النهارده، اللي هي المساحة أو المسافة ما بينك وما بين أي حد بتكلمه، أو ما بينك وما بين أي حد أنت واقف معاه عمومًا حتى لو مش هتكلمه، يعني لو واقفين باصين لبعض، ففي مسافة أو مساحة كده لازم تسيبها للشخص التاني، ما ينفعش إنك تكون مقرّب منه أوي. حصل موقف من قريب معايا فكّرني بحد كان شغال معايا زمان، كان يحب جدًا وهو بيتكلم يبقى لازق فيك، يعني لو جنبي فتلاقي كتفه في كتفي، يعني خلاص ما فيش بقى مساحة ولا مسافة برضه الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه ده. ولو هو وشه في وشي لازم يبقى كأن مناخيري جوّه بُقُّه، يعني الموضوع كان غريب جدًا بالنسبة لي، كل ما تاخد بقى خطوة لورا هو ياخد خطوة لقدّام، هو الموضوع ما كانش مريح بالنسبة لي خالص، لإني باحس إن مساحتي الشخصية ما بقتش ملكي، ما بقتش ملكي تمامًا. وبعدها بفترة سمعت حد بيتكلم في الموضوع شبه ده، وجاب سيرة الحتّة دي، وقال إن المسافة الآمنة هي مسافة دراع حواليك، اللي هي تقريبًا نُص متر، أقل من كده أنت ممكن تكون بتحس بقلق أو بخطر لو بتتكلم مع أي حد حتى لو أقرب حد ليك. فافتكرت فعلًا إني ما كنتش بابقى مرتاح خالص في الكلام، وإني بابقى مستني الكلام يخلص عشان أحس إني مرتاح. الغريب إن الشخص ده بيعمل كده مع كل الناس، والشكوى بدأت تتكرر من نفس الفعل، فبالتالي هو في مشكلة عنده ومحتاج يعرفها، بس ما كانش عندي الجرأة وقتها إني أقول له كده في وشه يعني. مؤخرًا يمكن بقيت أعرف أقول كده لو حد بيعمل نفس الحركة وبطريقة شيك،
ما تحسسش اللي قدامي إن تم إهانته أو حاجة لا سمح الله. فلو أنت بتعمل كده ومش واخد بالك أو فاكر إنه عادي يعني، فلأ مش عادي، خلّي بالك. ولو أنت بيحصل معاك كده من حد غيرك يعني، فقُل له وحاول تجيبها له بطريقة شيك. نيجي بقى لنقطة تانية تهمني أنا شخصيًا وباحاول أعالجها في ناس كتير أوي حواليّا، وناويها لهم، ناويها لهم وهُم عارفين نفسهم كويس لو سمعوا الحتّة دي، ألا وهي الفضول. فضول الناس في معرفة كل ما يخصك بدون أي وجه حق ليهم. يعني لا أنت أمي ولا أبويا ولا أنت من باقي عيلتنا عشان تعرف عني حاجات في حياتي أنا مش مقرر إني أتكلم فيها. فنعقلها كده ونهدى شوية، ها؟ نهدى، يا كائن يا فضولي، يا اللي هتسمع الحتة ديّة وتبقى عارف نفسك كويس. الفضول ده طبيعة فينا، حاجة جوانا كده هي اللي خلتنا نستكشف حاجات كتير أوي حوالينا، وفضولنا ده اللي بيعلمنا. بس ممكن ناخد منه التعلم ونسيب معرفة حياة الغير دي، يعني مش لازم الفضول طبيعة فينا. فأعرف طنط سوسو وجارتنا وبنتها توتو كانوا بيتخانقوا على إيه وصوتهم كان عالي وقت العصر كده، يعني ما استهدوا بالله، صح؟ ومش لازم لو أنا واحد أنا وحد يعني من صحابي بنتكلم في حاجة، ييجي واحد نعرفه تالت ناطط في وسطنا يسمع بنتكلم في إيه، صح؟ طالما لم نشرك سيادتك في الكلام يبقى خليك زي الكرسي اللي أنت قاعد عليه. وده مش قلة ذوق منّي، لأ أنا برضه مع فكرة إننا لو 3 قاعدين، 3 بس، ما ينفعش آخُد واحد منهم وأتكلّم معاه في حاجة بيني وبينه ونسيب تالتنا ده قاعد كيس جوافة كده، لأ دي قلة ذوق وعيب أوي، معاك في الحتّة دي. وفضولنا ده برضه ما يسمح لناش لو إحنا في مواصلات أو في مكان عام وقاعد جنبي حد فتح موبايله إني أبُص هو بيعمل إيه، لإن دي حاجة تخُصّه ما تخُصّنيش. مش هاقول لك أنا مولود يعني لا أبالي ومش باهتم بأي حاجة بتحصل حواليّا، لأ أنا ممكن أسمع كلمة حد قالها بس ده ما يخلّينيش أبقى عايز أعرف باقي الموضوع بقى وحاجة مش من حقي أصلًا إن أنا أعرفها. وأنا اتعلمت إن اللي ما حدش قرر يشاركه معايا ما ليش إني أسأل فيه. فمثلًا ييجي حد زميلي في الشغل يقول لي ممكن تنزل مكاني اليوم الفلاني، وده كان سؤاله بس، يعني سألني ممكن تنزل مكاني اليوم الفلاني؟ فأنا مثلًا أقوم سائله أقول له ليه؟ لأ ما ينفعش أستفسر عن حاجة هو ما قررش يشاركها. وبالمثل ما حدش ليه دعوة لو أنا باتكلم في حاجة قررت ما أشاركش جزء منها إنه يزن عليا إني أحكي عنها. ولما أقول لحد وقتها مالكش دعوة ما يحسش إني أهنته، لأن هو اللي قرر يعمل في نفسه كده. أنا أوقات بغلط وبسأل سؤال ماليش فيه بس لما بأدرك ده بعتذر للشخص. عارف إن الفضول ممكن يكون من حبك لشخص أو من معزة شخص عندك قوية قوي، بس للأسف مش كل معاني الحب والمعزة عند الناس ترجمتها واحدة. ولازم تبقى فاهم اللي قدامك ده دماغه إيه وبيفكر إزاي وهيتقبل ده ولا لأ. وبقول الجملة دي لنفسي قبل أي حد لأني وقعت في حاجات كتير للأسف بس ملهاش دعوة بالفضول عشان محدش يفتكر إن ليها دعوة بالفضول. ف يعني بالراحة في حتة الفضول دي شوية. بصوا هحكي لكم حكاية حصلت قبل كده في الشغل مرة. من فترة يعني كان حد معانا في الشغل عايز ينزل شفتات زيادة في أيام أغلبنا أصلًا بيبقى عايز يهرب منها، عشان هو كان محتاج يعني فلوس في وقتٍ ما لسببٍ ما هو قرر إن هو يحكيه لي. فيعني حكى لي الكلام ده بيني وبينه. فجيت في يوم في اليوم اللي إحنا بنضبط فيه جدول الشهر، قُلت للمديرة إن فلان عايز ينزل شيفتات زيادة لظروفٍ ما عنده، وفلان ده ما كانش موجود اليوم اللي إحنا بنضبط فيه الشيفتات دي، وهو ما بعتلهاش. فأنا اللي قُلت من باب إني أحاول أساعده. فالمديرة كانت تمام والدنيا كانت ماشية عادي، بس الدنيا تعدّي كده، الدنيا تعدّي عادي كده وتمشي بسلاسة، لأ، نطِّت واحدة معانا اللي هي بقى إيه، مثيرة للجدل وتحب إثارة الجدل وتحب تعكّر صفو المجتمع اللي حواليها، وسمعت الكلام اللي أنا كنت باقوله للمديرة ده. راحت قايلة: "طب ليه؟ هو يعني عنده إيه؟" قُلت لها: "دي ظروف عنده حاجة ما تخصناش يعني، مع العلم إن عندي المعلومة، بس ما حدش ليه دعوة." طالما هو قرر إن هو يقولها لي أنا وخلاص وما قالش لحد تاني، فخلاص ما حدش له الصلاحية إنه يطلب المعلومة دي. ف يعني النقطة بقى اللي تستفزك في الموضوع إن ديّة أيام إحنا أصلًا كلنا بنحاول نهرب منها، كلنا بما فيهم طنط المثيرة للجدل اللي كانت معانا دي. فتقوم قايلة إيه بقى، راحت قايلة هياخد فلوس أزيد مننا كده. الله! طب ما كلنا بنحاول نخلع من الشيفتات دي، وضارب بقى محادثة كبيرة.
نهايتها إن الدنيا اتقفلت على الشخص ده وما نزلش الشيفتات الزيادة والأيام الغِتت اللي إحنا كلنا بنحاول نهرب منها دي اتوزعت علينا كلنا. طب إيه لازمته؟ ما هو أنا ما باحبش أنزل اليوم ده ومش عايزه ومش عايز فلوس ولا عايز نيلة، يعني اليوم الفلاني يوم يا سيدي مثلًا التلات، أنا ما باحبش أنزله. طنط المثيرة للجدل برضه ما بتحبش تنزله، وغيرها، وغيرها، وغيرها. الشخص ده قرر إن هو ينزل اليوم ده بزيادة تطوعًا منه، إيه المشكلة؟ وطالما أنا راضي وغيري راضي وطلعت طنط المثيرة للجدل دي خربطت بقى دماغ المديرة فقررت إنها لأ خلاص بقى مش هنعمل عكننة لأ مش هنعمل عكننة ليه؟ لأ إحنا هنعكنن صفو المجتمع وخلاص بقى، نعكننها على الكل بقى، ولا اللي هينزل شيفتات زيادة نزلها ولا خد فلوس اللي هو كان عايزها ولا أنت متهني باليوم اللي أنت كنت بتحاول تخلع منه، يعني طب إيه؟ استفدنا إيه طيب؟ يعني ما حطيتِ نفسِك أنتِ مكان طيب الشخص ده، فكرتِ في نفسِك وفكرتِ في فلوسه اللي هياخدها، وما فكرتيش في ظروفه وفي دنيته ممكن تبقى إيه، مش لازم أحكي ظروفه علشان تبقى عارف هو عنده إيه فتقرر إنك تساعد، لأ، مش لازم والله خالص، خالص، خالص مش لازم أعرف ظروف الشخص ده، أنت عندك المقدرة إنك تساعد كان بها، ما عندكش خلاص، بس. يعني أنا لو حد بيطلب مني أنزل shift مكانه، والله عندي المقدرة إن أنا هانزل تمام، مش لازم بقى يقعد يتشحتف لي ويقول لي والله أصل أنا مش عارف مين عنده إيه ومين عنده إيه، عندي المقدرة إن أنا أنزل، يالّا بينا هانزل. اليوم فاضي بالنسبة لي وما عنديش أي حاجة إن أنا باعملها، هانزل. عندي حاجات والله للأسف أنا آسف جدًا، بس أنا عندي حاجات اليوم ده كنت مرتّب ترتيبةٍ ما معيّنة وخلاص. وما لوش على فكرة برضه ما لوش إن هو يزعل، لإنه يعني لو حد بيزعل فده كده عنده مشكلة، لإن لو اليوم اللي هو أنا ما ليش إن أنا أنزل فيه شيفتاتي أو حاجتي ده، ف فالمفروض إن لمّا تيجي تطلب منّي طلب وأنا عندي حاجات، ما تزعلش منّي، ما عادي يعني ما طالما اعتذرت لك وقُلت لك معلش أنا آسف مش هينفع، فخلاص ما تزعلش منّي مش ما تتضايقش يعني. زمان كنت أنا باتضايق من حاجة زي كده، بس مؤخرًا بقى لي كذا سَنة يعني مؤمن جدًا إن الظروف لو يعني هتتيسّر لك في حاجة زي كده فهي هتمشي. يعني لمّا مثلًا ييجي في يوم في shift ليّا وصحابي رتّبوا خروجة وأنا كُلّنا عندنا الFOMO بقى fear of missing out ده، فأنت م بتبقى عايز تروح الخروجة وفي نفس الوقت أنت عندك shift في نفس اليوم، فهتعمل إيه؟ يا إما هتضبّطها إنك تزُق الشيفت شوية لورا، يعني تزُق ساعاته لورا أو لقدّام، فتعرف تضبط إنك تروح الخروجة يا متأخّر يا بدري، يا إما إنك تلغي الشيفت خالص وحد تاني ينزل مكانك، فبتحاول تبدِّل. فأنا لو باحاول أبدِّل وسألت فُلان و2 و3 و4 ومش جايبة، مش جايبة خالص، فمؤخرًا بقيت بابقى عارف إن أنا ما ليش إن أنا أروح الخروجة دي. باحس كأنها علامة، دي علامة يا معلم إنك ما تروحش المكان ده أو ما تروحش الخروجة دي، لكن لو سألت فلان و2 ولقيتها اتيسّرت والدنيا اتضبطت وهُم ضبّطوا الدنيا ولقيت هُم كمان نَفْسهم ابتدوا يضبّطوا شيفتاتهم على اليوم اللي أنا عايزه ده والكلام ده، فتمام، بالاقي الدنيا متيسّرة، فتمام، إن شاء الله الخروجة دي مكتوبة لي إن أنا أروحها. لكن حسيت بالعبكة بقى بابطّل لعب كتير وأقول لأ خلاص مش بابدِّل، بلاش أقعد أسأل وأنخور في الموضوع وألاقي نفسي رايح الخروجة ما استمتعتش، فابقى خسرت من هنا ومن هنا ما لوش لازمة. بس يعني حاولوا إنك في الأول في الآخر حُط نفسك مكان الشخص اللي بيطلب منك حاجة أو بيطلب منك مساعدة، مش لازم يقول لك إيه ظروفه أو إيه دنيته عشان تحس باللي هو فيه، خالص مش لازم. فيعني نتعلم دايمًا من كده إيه، إن إحنا لو خلّينا نفسنا في حياتنا وما اتدخّلناش في حياة غيرنا هنبقى أحسن، والدنيا هتبقى ألطف بكتير. عارفين المثل بتاع اللي يشوف بلاوي غيره تهون عليه بلوته؟ فيعني مش لازم أبقى فضولي عشان أحمد ربنا على اللي أنا فيه. هارجع وأقول اسمعوا الحتة اللي اتكلمنا فيها في بداية الحلقة اللي فاتت عن الرضا، وأنت تعرف إن رضاك في استمتاعك بحياتك وحاجتك، مش إنك تعرف حياة غيرك. لإن حرفيًا لو حطيت نفسك للحظة بس مكان اللي باصص له جنبك ده، ممكن ما تتبسطش خالص وتتمنى لو الدنيا ترجع كلها تاني زي ما كانت. فبالهداوة كده يا جماعة، بالهداوة ولو أنت فضولي بطّل فضول، ولو أنت بتتدخّل في حاجات في حياة غيرك بطّل، ولو أنت بتخترق مساحة غيرك بطّل تخترقها، يعني ها؟ فبالراحة كده يا جماعة بالراحة، استهدوا بالله. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم في بودكاست نُص الليل،
وأشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، وأشوفكم على خير. سلام يا حبايب.